بيقول محمد كريم إنه عدى عليه أيام كتير بيمثل أفلام تافهة جدا وصغيرة جدا على إنها كانت تجارب مفيدة وخطوات للأمام، وبيقول فقد دخلت هذه الفترة كل استوديوهات برلين وتعرفت عليها جميعا. دي لمحة سريعة من حياة محمد كريم أثناء دراسته في ألمانيا. كريم وهو في ألمانيا قرأ رواية زينب لدكتور محمد حسين هيكل، أعجب بيها جدا وقرر إنه يحولها لسيناريو عشان يكون أول أفلامه الروائية الطويلة. وهو هناك حاول يلاقي تمويل للفيلم، لكن مفيش أي شركة إنتاج كانت مقتنعة أصلا بمشروع بيتكلم عن الفلاح المصري. فيلم زينب هو أول فيلم مصري بيتصور في الريف وبيحكي عن الفلاحين بمشاكلهم وحياتهم العادية البسيطة. عشان كده محدش كان مقتنع إن العمل ده أصلا ممكن يلاقي رواج أو حتى قبول للناس، لأن برضو زي ما احنا عارفين إن مش كل الناس كانت تقدر تدخل السينما وتدفع تذكرة في الوقت ده. محمد كريم وقتها ما استسلمش وراح لصديقه يوسف وهبي صاحب فرقة رمسيس المسرحية واللي كان ملك المسرح وقتها، عرض عليه إنتاج الفيلم اللي مش هيتكلف أكتر من 500 جنيه، ووافق يوسف وهبي على طول. لكن المشكلة الحقيقية إن ما كانش فيه استوديوهات للسينما في مصر في الوقت ده اللي هو سنة 1928.